أظن كلنا عارفين الفرق بين الراجل والست غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. قول لي يا دي عصام، الفرق بين الراجل والمرأة غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. لا لا لا، بعيدا عن الهزار، فروقات سلوكية، نفسية، وعلمية وبالأبحاث. ايه الفرق بين الراجل والست فعلا؟ فلو انت راجل تتفرج عليا، او انتي ست، غالبا الفيديو ده هيفيدكم. والفرق بين الراجل والست مفيش حد بيتكلم عنه، قدرة على التفكير والمالتي تاسكينج. عايزين نفهم ان المخ بتاع الانسان، يعني سواء عند الراجل او الست، هو كتشريح او اناتومي هو واحد. ولكن الفرق الكبير بقى ان الست بيبقى عندها ترابط بين الفص الايسر والايمن، فصين السريبرم زي ما انتوا هتشوفوا في الصوره كده، ده ربط الافكار والمالتي تاسكينج، وان هي تركز في اكتر من حاجه احسن من الراجل، ولكن بتبقى كفاءتها اقل. وده بيفسر زي ما ابحاث كتير قالت الراجل دايما، يعني الراجل الناجح طبعا في حياته بيبقى شارب يعني يقدر يركز في تاسك واحد بس ويعمله صح قوي، يركز في حاجة واحدة ويجيب آخرها. ست عندها قدرة على التحليل وربط أكتر من فكرة وأكتر من تاسك في نفس الوقت، ولكن الراجل بيقدر يركز على حاجة واحدة. وحاجة كمان يعني أثارت الجدل فترة طويلة قوي وطلع عليها إشاعات كتير، وهي إن كتلة المخ أو البرين عند الراجل أعلى من كتلته كماس، أعلى من كتلته عند الست، بحكم ان الراجل جسمه اكبر، جمجمته اضخم، فبالتالي بيشيل مخ اكبر. وده تشريحيا زي ما قلنا، اه راجل اكبر معناه ان هو اذكى من الست. دي حاجة كتير قوي ناس قاعدة تتكلم عليها، واحنا طبعا كعرب يعني قاعدة نقول ده الست ناقصات عقل، ده ستات ما بتعرفش تفكر، يا عم ده اخرهم المطبخ ومش عارف ايه. مع ان في ستات علماء ورياضيين وابطال عالم وناس يعني كاسرين ارقام قياسيه وممثلات ومغنيات، ويعني ناس عاملين شغل عالي قوي. يعني حياتك كانسان يعني ما بتعتمدش على حجم مخك او طولك او وزنك او كده. معظم لعيبه الكوره مثلا يعني ما هماش مولودين وهو عارف ان هو هيبقى نجم الكوره احسن راجل يلمس الكوره في العالم زي ميسي. ميسي كان مولود عنده اضطرابات كتير وعنده مشاكل عصبيه وعنده، ولكن شوف دلوقتي يعني الراجل ده محدش يعرف يكلمه. الراجل ده دلوقتي سوبر ميجا ستار في كره القدم وله محبين من كل انحاء العالم، بمختلف الديانات، بمختلف الناس، حتى اللي مش مهتميه بالكوره. ممكن امي وابوك وعمك وخالتك عارفين ميسي وعارفين كريستيانو من كتر ما هو ناجح. ففكره المخ وحجمه وكلام من ده ما بتفرقش قوي، لكن بيفرق الفانكشن، الاداء، ده اللي بيفرق فعلا في حياتك. تاني فرق بين الراجل والست هو ردة الفعل عند الضغط. يعني ايه؟ بنسميه كده بمصطلح انجليزي هاندلنج ستريس. الراجل دايما عنده في غريزته، يعني احنا لما بنتولد غريزه كده جوانا، فكره الفايت اور فلايت، يعني الهجوم، ان انا اخش في الحاجه زي الاسد كده بدماغي اكسر الدنيا، او الفلايت الهروب لو الحاجه كبيره قوي عليا او حاسس ان هي هتدمرني، او مثلا حاجه انا مش قدها، قرض، وظيفه اعلى من امكانياتي، جوازه انا مش قدها مثلا او مش قادر اشيل مسؤوليتها. الراجل دايما بيلجأ في الحاله اللي زي دي للهروب او الفلايت. لكن الست لا، بتلجأ اكتر لفكرة زي ما قلنا معالجة الافكار وتحليلها احسن، وبتستفتي قلبها وبتقعد تفكر وتشوف هي حاسة بايه. بنسميه كده trust your gut. الست احسن من الراجل في النقطه دي، هي ان هي بتتراست هير gut، يعني بتبقى واثقه في الصوت الداخلي بتاعها، في مشاعرها وفي احساسها وقلبها بيقول لها ايه. احنا كرجاله دايما يعني بنكبت المشاعر دي، بندوس عليها، يقول لك يا عم ما فيش حاجه اسمها حاسس ومش حاسس، انت اعمل اللي المفروض يتعمل وخلاص. فاحنا بنحسبها ورقه وقلم قوي. لكن الست بتقدر ان هي تلجأ للمساعده من غير كسوف، وبتسأل طبعا ست زيها. وده حاجه مشهوره جدا بين الستات، ان هم يعني بغريزتهم هم بيحاموا لبعض وبيدافعوا عن بعض وبيحبوا بعض وبيحبوا الخير لبعض. معظم الستات الا المرضى طبعا بتحب ان هي تشوف واحده حلوه او تشوف موديل حلوه او تعاكس بنت مثلا او رقاصه او موديل او وات ايفر يعني. انما احنا كرجاله معظم الوقت مش كله طبعا الا من رحم ربي، لما بنشوف راجل ناجح قوي او غني قوي او بتاع، انت تلاقي امك هي اللي جابت لك العربيه دي، ده تلاقي ورث يا عم، ده ما تعبش، ده ابوه حرامي، ده عمره ما هيوصل لحاجه في حياته، ده راجل مش محترم، ده. فللاسف يعني ده الواقع.
انا مش جايب الكلام ده من عندي، ده واقع وابحاث موجوده على باب ميد وعلى كل الصحف والمجلات. بس انا ما بحبش يبقى الفيديوهات بتاعتي ساينتفك قوي عشان الناس ما تزهقش مني، وانا عارف ان انا لو سبت روابط للابحاث اللي بتقول كده محدش مهتم ان هو يخش يبص عليه. انت فاتح اليوتيوب عشان تتسلى وتاخد معلومه يعني على الطاير كده. ثالث حاجه بتفرق الراجل عن الست هي الحواس عند الست بتبقى احسن من الراجل، خاصه في اوقات معينه كده. الست بتبقى حاسه الشم والسمع عندها والذاكره قويه جدا جدا جدا. يعني الست ممكن تنسى كارثه كبيره انت عملتها، ولكن تفتكر تفصيله صغيره قوي. انت مثلا سلمت على جارتك قدامها، ولكن تنسى مثلا انك عملت حادثه بالعربيه، بعت الذهب بتاعها. الست يعني الحته دي بتنشط عندها في اوقات مختلفه من الشهر. كذلك حاسه الشم والسمع، الست زي ما بنقول كده بتحب بودانها، بتحب تسمع كلام حلو، تحب تحس انها مرغوب فيها، بتحب تسمع الحاجه اللي هي نفسها تسمعها مش اللي المفروض تسمعها. على عكس الراجل دايما لازم يسمع الكلام الصح حتى لو مش هيحب ان هو يسمعه. غير كده حاسه الشم، الستات بيحبوا جدا جدا العطور والبرفيومز والروائح الجميله والزيوت العطريه والبخور. عشان كده هم منتجات ومستحضرات التجميل اصلا، وفكره الكوزماتولوجي العلم ده كامل مبني كمبيعات يعني او كسيلز على الستات. لكن بالنسبه للراجل يعني انت يا باشا مزيل العرق والسبراي اكس ولا ريكسونا ولا نيفيا بيأدي معاك الغرض، وخروج بقى وجيم وعرق وكل حاجه. الست فعلا بتحب روايح معينه، يعني حتى عند الستات الناس المتزوجين يعني الست بتحب تشم ريحه معينه لما تجامع زوجها. فانت لو حطيت برفيوم ده في وقت مثلا معين وانت في البيت وما غزلتش مراتك او جمعتها او عملت معاها علاقه، هي تحس باكتئاب وممكن تتضايق حتى لو هي مش في المود اصلا انها تعمل علاقه معاك، ولكن هي سيكولوجيا هي حاسه ان في حاجه ناقصاها. هي شم الريحه اللي هي بتحبها لكن هي حاسه ان في حاجه ناقصاها. وزي ما قلنا الستات بتحس اكتر من الرجاله. رابع واخر حاجه بتفرق بين الراجل والست، وللاسف هي في كفه الست برضه، يعني انا والله بحاول ابقى منصف قدر الامكان يا جماعه، بس هو يعني الستات يعني هم احسن مننا في حاجات كتير. احنا بس اقوى واضخم وبنشتغل ومعانا فلوس وبتاع، يعني اذكى مننا في حاجات كتير. ركز معايا بقى في النقطه دي. الستات شاطرين جدا جدا في قراءة المشاعر والبادي لانجوج او لغة الجسد. الستات بتعرف تقرا نبرة الصوت، تعبيرات وشك، لغة جسدك، حركات ايدك، بصة عينيك. يعني انت يعني لما بتعمل اي كونتاكت مع واحدة، الست بتقدر تفهم انت بتحبها ولا انت بتكرف لها ولا انت حاططها فريند زون. الستات اذكياء جدا جدا في الحتة دي. ونرجع لنقطة ان هم بيتراست دير جت، يعني بيهتموا بالصوت الداخلي. فتركيبة الست ان هي بتقدر تفهم لما بتبقى قاعدة مثلا مع راجل، وده بيفسر ليه الرجاله كتير مثلا ممكن تترفض في لما بتيجي تتقدم لواحده، تقول لك انا ما حبيتوش او مش حاساه. مش حاسه ليه؟ حاسه من لغه جسده ان هو مش واثق في نفسه، حاسه من نبره صوته ان هو يعني عادي، يعني جاي كده يتجوز اي واحده والسلام مش فارقه معاه. حاسه من الاي كونتاكت مفيش ذكوره، مفيش قوه، مفيش فحوله. مش حاسه ان الراجل ده هي تقدر تخضع له، مش حاسه انها تقدر تتكل عليه او تعتمد عليه. الستات اشطر مننا قوي 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 في الحته دي. احنا كرجاله هطل ومعاتيه وبيضحك علينا بسهوله جدا. انت ممكن واحده لو بصت لك بصه حتى لو بتمثل عليك الدلع تقع في غرامها. الست ممكن تهتم بيك عشان مثلا فلوسك او عشان عايزه منك مصلحه او عشان منك حاجه، وانت تديها لها زي اللهبل وانت مش عارف ان انت بيتم استغلالك. وده بيفسر ليه كتير جدا 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 من الشباب بيقعوا في نقطه الفريند زون. هو اصلا كان مفكر ان هو يعني بيحبها وان هي بتحبه، مش قادر يحلل نظراتها، مش قادر يفهم البادي لانجوج بتاعتها. ده الفرق بقى بين الراجل والست. راجل ممكن يكون قوي، ممكن يكون ذكي كفكره بيزنس بقى وبيع وشراء واعمل مصلحه واترقى في الشغل ومش عارف ايه. لكن الستات اذكى واشطر وامهر جدا في حته السوفت سكيلز، المهارات الناعمه، لغه التواصل، التفكير وتحليل المعلومات، الاحساس وحاجات تانية كتير. طبعا يعني انا مش عامل الفيديو ده عشان اقول مين احسن من مين او ان الستات اشطر مننا في ايه، ولكن انا بوضح لك ايه الفروقات اللي ممكن تكون موجودة بينك وبين اي ست في حياتك. الفيديو ده غرضه التوعية والتسلية، مش حقائق مسلم بيها.
طبعا في دايما شواذ عن كل قاعده، يعني اللي انا بقوله ده مش قاعده تعمم على كل الرجاله او قاعده تعمم على كل الستات. في رجاله عندها سوفت سكيلز عاليه، في ستات عندها سوفت سكيلز قليله وهطله وبيضحك عليها بسهوله. اهم حاجه ان انتوا تبقوا اذكياء، تبقوا عارفين انتوا مين بيدخل حياتكم ومين اللي ما يستاهلش ان هو يبقى جزء منها. معظم الوقت علاقاتك سواء في الشغل، في البيت، في الصحاب، الزواج، الحاجات دي لو انت ما اهتمتش بيها وما كنتش واعي ليها كفايه، غالبا هتكون حاجه بخليك عايش حياه سعيده ومطمئنه وراسي وبرنس، يا اما هتخليك بني ادم تعيس جدا وعايش حياه مأساويه. بس كده، ده كان فيديو النهارده. قولوا لي برضو ايه رايكم في الكومنتس، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، واشوفكم الفيديوهات الجايه. سلام. كوكيز كمان، انت مدلعني حبيب قلبي. الراجل يا جماعه جايب لي قهوه وكوكيز، يعني انا طلبت قهوه بس.